انت ماشي انسان مجنون الا اختاريتي راحتك. انت ماشي انسان معقد الا فضلتي انك تجلس بوحدك. انت ماشي انسان مجنون، انت انسان عاقل وذكي. انت انسان فضلتي الراحه والسلامه النفسيه ديالك اهم حاجه في هذا الكون. تمرض على واحد الحاجه اللي ما كتبادلكش نفس الاهتمام ما عندك ما دير بها. علاش ما توصلش لديك المرحله ديال انك تفقد صحتك وتفقد طاقتك وتفقد عقلك وتفقد الكرامه ديالك وتفقد اهم حاجه عطاك الله في هذه الحياه على قبل واحد الحاجه اللي هي ما كتعطيكش. كتزرع في واحد الارض اللي هي غير قابله للزراعه. من الغباء تعاود نفس الحاجه وتسنى شي نتيجه مغايره. من الغباء تبقى كتعاود نفس الحاجه. الحياه هكا دايره، والشيء الثابت في الحياه هو التغيير، والانسان اللي ما كيقبلش التغيير ما عمره غيزيد للقدام. ما تقاومش الحياه كتضرب الانسان اللي كيقاومها. اختار راحتك اهم من كل شيء. راحتك اهم من كل شيء، لانك نهار غتفقد صحتك وغتوقع لك شي حاجه راه ما كاينش اللي غيعقل عليك الا من رحم الله، من غير الله والوالدين ديالك. اما انت ما باقي غيهزك سيمانه جوج سيمانات سلام عليكم. ما تعصبش على دنيا ثانيه. ما نمرتش على واحد الحاجه اللي انا درت فيها جهدي وما عطاتنيش. ربي شاف لي واحد الخير ما شيفوش انا. وعداله الحياه، لان الحياه بعض المرات ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي. الحياه كتفرض عليك شي حوايج انت ما بغيتيهمش، خصك تتاقلم معاهم. ولا ما درتيش الحل راسك ما كاينش اللي غيدير لك الحل. عاود الناس مشاكلك، عاود همومك. بنادم اللي غيتشفى فيك اكثر من اللي غادي يبغي لك الخير. بنادم اللي غيضربك بمشاكلك امام الملأ اكثر من اللي غادي يزيد بك لقدام. انت المسؤول على حياتك، انت المسؤول على القرارات ديالك، وفكر فيها. حياتك من اختيارك، هذه هي الحقيقه. حياتك هذه ما درتيش الحل راسك ما كاينش اللي غيدير لك الحل. وسلام عليكم.